بتحب الرجالة الأكبر منها وبترفض المساكنة. اللي شافته في قبر مامتها غريب ورحلت وهي غضبانة عليها. اتسجنت في طفولتها وعمرها ما زارت أبوها. مفاجآت عن خناقة غادة عبد الرازق مع شيرين عبد الوهاب. قفلت باب الجواز وبقت ملتزمة دينيا ومستنية ربنا يقول لها تعتذر التمثيل. أسرار مثيرة جدا عن الفنانة غادة عبد الرازق. يا ترى ايه الأسرار الجديدة اللي كشفتها عن حياتها؟ ايه حكاية خناقتها مع شيرين عبد الوهاب؟ هل ممكن تتجوز واحد مسيحي؟ ايه موقفها من الجواز على ضرة؟ كل التفاصيل دي هتسمعوها معايا في الفيديو ده، بس خليكم متابعين الحكاية للنهاية. الفنانة غادة عبد الرازق خلاص قررت تعتزل الفن نهائي وتبعد عنه وعن كل حاجة فيه، بس لما ربنا يقول لها هي مستنية يأمرها بس انها توقف تمثيل وتتحجب وهي هتستجيب. واثقة ان في يوم ربنا هيكتب لها تلبس الحجاب وتعتزل علشان هي قريبة منه قوي وملتزمة دينيا. غادة عبد الرازق اتسجنت في طفولتها وهي لسه عندها 17 سنة بسبب شهرتها وخوفها من الناس. يعني كانت كل ما تحاول تخرج وتتعامل معاهم تخاف فترجع تقفل على نفسها تاني. ويمكن ده اللي خلاها تتجوز وهي لسه صغيرة من أبو بنتها الوحيدة روتانا علشان تهرب من السجن ده. غادة عانت من قسوة مامتها عليها وشدتها في التعامل معاها بسبب دخولها الفن، وكانت دايما بتقول لها هتفضحينا وتجيب لنا العار وهتفضلي طول عمرك كومبارس. قضت آخر كام سنة في حياتها وهي زعلانة منها لحد ما رحلت وهي غضبانة عليها. شغلها في الفن خرب علاقتها مع مامتها، يعني كانت بتحب بنتها وبتعاملها كويس بس بعيد عن الفن، لدرجة انها طلبتها تدخل لها وهي بتطلع في الروح علشان تقول لها خلي بالك من نفسك ومن بنتك، انما سيرة الفن تتفتح تشتمها وتخاصمها. بعد ما مامة غادة عبد الرازق رحلت ما قدرتش تزورها غير مرتين بس، ويا ريتها ما زارتها لانها لما راحت هناك الساعة 2 الظهر وكانت لوحدها خافت جدا وقالت ازاي دخلت المقابر وليه اعمل كده، ومن بعدها وهي بتعاني من الخوف والتعب النفسي وتتعالج منهم. اما بقى عن علاقتها بابوها فكانت حكايتها حكايه، اصلها كانت دلوعته وبيحبها وبيجيب لها اللي نفسها فيه ومرتبطه بيه جدا، وللاسف بعد ما رحل ما فكرتش تزوره مره واحده حتى، وده لانه اتدفن في الشرقيه وما حبتش تروح له هناك. الغريب ان من بعد رحيله وهي بتدور على راجل يكون شبهه، لدرجه انها ارتبطت اكتر من مره براجل اكبر منها ب 25 سنه، ولحد النهارده بتحب الرجاله الاكبر منها. غاده رافضه موضوع المساكنه ده خالص وبتتعصب اول ما حد يجيب سيرته وبتقول ازاي يعمل كده او حتى حد يعمل المساكنه حرام، والمفروض اننا متربيين وعارفين الصح من الغلط، ولا يمكن تسمح لواحده من حفيدتها انها تعمل كده. يجي للجواز بقى، حياه غاده بقت مقفوله بالضبه والمفتاح وبتقول كده خلاص مش هتجوز تاني، كفايه عليا الجوازات القديمه، وهي فخوره انها رفضت تتجوز واحد من ديانه تانيه او حتى تكون ضره. غادة اتخذ عنها فكرة ان مشاكلها كتير، بس الاغرب كانت مشكلتها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، واللي اتقال انهم اتخانقوا مع بعض بعد ما شيرين قدمت تتر مسلسلها حكاية حياة بسبب اختلافهم على حاجة معينة، ومن بعدها وهما ما بيتكلموش. لكن غادة نفت كده وقالت ده مش حقيقي، شيرين حبيبتي وبحب صوتها جدا ولسه لحد النهارده بسمع تتر المسلسل.